السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه المحاضرة الأولى من محاضرات دورة الويندوز. معاكم أخوكم عصام عبد رب النبي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله من مشيئة الله تعالى هشرح لكم أول سطرين في هذه اللوحة المفاتيح بتاعة الكمبيوترات أو بتاعة اللابتوب أو في هذه الكيبورد بتاعة الكمبيوترات أو بتاعة اللابتوب. يلا بينا نبدأ على طول على الشرح بتاعنا عشان ما نطولش على حضراتكم. هنبدأ نشرح أول سطر من تحت. هنبدأ نشرح أول زرار في السطر الأولاني من تحت على يدكم الشمال وهو ليفت كنترول. Left control. ابقى أول زرار في السطر الأولاني من تحت على يدكم الشمال وهو ليفت كنترول. Left control. طيب يمين الليفت كنترول ليفت ويندوز او ليفت ستارت. Left Windows. اهو يمين الليفت كنترول ليفت ويندوز او ليفت ستارت. Left Windows. يكون في علمكم يا جماعه الويندوز اسمه ستارت عادي لانه اصلا ليه قائمه اسمها قائمه ستارت منيو او قائمه ابداع، فعشان كده الزرار ليه اسمين ويندوز وستارت، فهو اسمه ليفت ويندوز او ليفت ستارت. يمين الليفت ويندوز او يمين الليفت ستارت ليفت الت. Left Alt. اهو يمين الليفت ويندوز ليفت الت. Left Alt. طيب بالنسبه للناس اللي معاها لابتوب يمين الليفت الت هيلاقوا عندهم زرار اسمه اف ام. يبقى بالنسبه لاخواتنا اللي معاهم لابتوب هيلاقوا عندهم يمين الليفت الت زرار اسمه اف ام، ويمين الاف ام هيلاقوا عندهم زرار اسمه مسافه او السبيس. طيب بالنسبه للناس اللي معاهم كمبيوترات يمين الليفت الت هيلاقوا عندهم زرار اسمه مسافه او السبيس، ولكن مش هيلاقوا عندهم زرار اللي هو اف ام. الاف ام ده قاعد في اللابتوب بس ومش قاعد في الكمبيوترات. يعني الاف ام موجود في اللابتوب ولكن مش موجود في الكمبيوترات علشان تبقوا عارفين المعلومه دي. طيب بقى بالنسبه للناس معاها كمبيوترات يمين الليفت الت مسافه او السبيس. Space. اهو مسافه او السبيس. Space. يبقى يمين الليفت الت زرار المسافه او السبيس. طيب يمين المسافه رايت الت. Right Alt. اهو يمين المسافه او السبيس الرايت الت. Right Alt. طيب يمين الرايت الت رايت ويندوز او رايت ستارت. Right Windows. طيب يمين الرايت الت رايت ويندوز او رايت ستارت. Right Windows. طيب يمين الرايت ويندوز او رايت ستارت ابلكيشن. Applications. يمين الرايت ويندوز او رايت ستارت ابلكيشن. Applications. ويكون في علمكم بالنسبه لاخواتي اللي مش معاهم لابتوب يفتحوا ازاي يفتحوا الابلكيشن لو مش موجود عندهم في اللابتوب. هيفتحوه بشيفت اف 10. هيدوس على زرار الشيفت، اذا كان ليفت شيفت او رايت شيفت مش هتفرق، المهم هيدوس على زرار الشيفت ليفت شيفت يعني هيقول ماسكينه، وهيدوسوا بعد كده على اف 10 وبعد كده هيشيلوا ايديهم من على الزرارين هيفتح معاهم زرار الابلكيشن. يبقى اهو بقول تاني بالنسبه لاخواتي مش معاهم لابتوب هيفتحوا الابلكيشن بشيفت اف 10. تمام؟ طيب بعد الابلكيشن رايت كنترول. Right control. طيب يمين الابلكيشن الرايت كنترول. Right control. طيب ننتقل الان الى هذه السطر الثاني من تحت على يدكم. ننتقل الان الى هذه السطر الثاني من تحت ونشرح فيه اول زرار في السطر الثاني من تحت على يدكم الشمال وهو ليفت شيفت. Left shift. ابقى اول زرار في السطر الثاني من تحت على يدكم الشمال وهو ليفت شيفت. Left shift. تاني اول زرار في السطر الثاني من تحت على يدكم الشمال وهو ليفت شيفت. Left shift. يمين الليفت شيفت حرف الزد او حرف الزي، التنين واحد. الكمبيوتر هو هيقول لك زي ولكن هو عايز اسمه زد وزي. يبقى يمين الليفت شيفت حرف الزد او حرف الزي. Z. اهو يمين الليفت شيفت حرف الزد او حرف الزي. Z. طيب يمين الحرف الزد او يمين حرف الزي حرف الاكس. X. يمين حرف الزد او يمين حرف الزي حرف الاكس. X. يمين حرف الاكس حرف السي. C. اهو يمين حرف الاكس حرف السي. C. يمين حرف السي حرف الفي. V. يمين حرف السي حرف الفي. V. يمين حرف الفي حرف بي خفيفة وليس البي التقيلة. B. يمين حرف الفي حرف بي خفيفة وليس البي التقيلة. B. طيب يمين حرف البي خفيفة حرف الان. N. يمين حرف البي خفيفة حرف الان. N. يمين حرف الان حرف الام. M. يمين حرف الان حرف الام. M. يمين حرف الام كوما او فاصلة. Comma. يمين حرف الام كوما او فاصلة. Comma. يعني انا بطلب منكم لما تيجوا تحفظوا لي مش تقولوا لي كوما بس، لا تقولوا لي كوما او فاصله، تقولوا لي يعني كل زرار بكل الطرق اللي انا شرحها. يمين حرف الام كوما او فاصله. Comma.
يمين الكوما او الفاصلة نقطة او بريوت او دوت. dot, يمين الكوما او الفاصلة نقطة او بريوت او دوت. dot, يمين النقطة قاطعة او سلاش. slash, يمين النقطة قاطعة او سلاش. slash, يمين القاطعة اللي هي سلاش الرايت شيفت. right shift, يمين القاطعة او السلاش الرايت شيفت. right shift, نرجعهم تاني السطرين دول على السريع. اول زرار في السطر الاولاني من تحت اردكم الشمال هو ليفت كنترول. left control, اول زرار في السطر الاولاني من تحت اردكم الشمال هو ليفت كنترول. left control, يمين الليفت كنترول ليفت ويندوز او ليفت ستارت. left windows, يمين الليفت كنترول ليفت ويندوز او ليفت ستارت. left windows, يمين الليفت ويندوز او ليفت ستارت ليفت الت. left alt, يمين الليفت ويندوز او ليفت ستارت ليفت الت. left alt, يمين الليفت الت مسافه او السبيس. space, يمين الليفت الت مسافه او السبيس. space, بالنسبه لاخواتنا اللي معاهم الباد توب هيلاقوا عندهم بعد الليفت الت هيلاقوا عندهم يمين الليفت الت زرار زياده اسمه اف ام، ويمين الاف ام مسافه او السبيس. طيب اخواتنا اللي معاهم كمبيوترات هيلاقوا بعد الليفت الت يمين الليفت الت هيلاقوا زرار مسافه او السبيس اللي هو الكبير. هتلاقوا اذا كان في الكمبيوترات او في الباد توب هتلاقوا زرار كبير شويه كده هو ده المسافه او السبيس. space, طيب يمين المسافه او السبيس الرايت الت. right alt, يمين المسافه او السبيس الرايت الت. right alt, يمين الرايت الت الرايت ويندوز او رايت ستارت. right windows, يمين الرايت الت رايت ويندوز او رايت ستارت. right windows, يمين الرايت ويندوز او رايت ستارت ابلكيشن. applications, يمين الرايت ويندوز او رايت ستارت ابلكيشن. applications, بالنسبه لاخواتي اللي مش بالنسبه لاخواتي اللي معاهم الباد توب واللي مش ظاهر عندهم زرار الابلكيشن او اللي مش موجود عندهم زرار الابلكيشن يقدروا يفتحوا الابلكيشن بشيفت اف 10. هيدوسوا على زرار الليفت شيفت او رايت شيفت مش هتفرق، المهم هم دايسين على زرار الشيفت يروحوا دايسين على اف 10 وبعد كده يشيلوا ايديهم من على الزرارين من على شيفت ومن على اف 10 فيفتح معاهم مباشره الابلكيشن اهو ابلكيشن بعد الرايت الت ابلكيشن. applications, رايت الت قصدي بقى هو هتلاقوه بعد الرايت ويندوز يا جماعه اهو right رايت windows, ويندوز يمين الرايت ويندوز ابلكيشن. applications, طيب يمين الرايت يمين الابلكيشن applications, يمين الابلكيشن رايت كنترول. right control, يمين الابلكيشن رايت كنترول. right control, ابقى الرايت الت رايت ويندوز ابلكيشن رايت كنترول. رايت الت رايت ويندوز ابلكيشن رايت كنترول. ننتقل الان الى اول زرار في هذه السطر الثاني من تحت على ايديكم الشمال وهو ليفت شيفت. left shift, اول زرار في السطر الثاني من تحت على ايديكم الشمال وهو ليفت شيفت. left shift, يمين الليفت شيفت حرف الزتة وحرف الزي. Z, يمين الليفت شيفت حرف الزتة وحرف الزي. Z, يمين حرف الزت او يمين حرف الزي حرف الاكس. X, يمين حرف الزت او يمين حرف الزي حرف الاكس. X, يمين حرف الاكس حرف السي. C, يمين حرف الاكس حرف السي. C, يمين حرف السي حرف الفي. V, يمين حرف السي حرف الفي. V, يمين حرف الفي حرف البي خفيفة وليس البي التقيلة. V, يمين حرف الفي حرف البي خفيفة وليس البي التقيلة. B, يمين حرف البي خفيفة حرف الان. N, يمين حرف البي خفيفة حرف الان. N, يمين حرف الان حرف الام. M, يمين حرف الان حرف الام. M, يمين حرف الام كوما او فاصلة. comma, يمين حرف الام كوما او فاصلة. comma, يمين الكوما او الفاصلة نقطة او بريود او دوت. dot, يمين الكوما او الفاصلة نقطة او بريود او دوت. dot, يمين النقطة او البريود او الدوت قاطعة او سلاش. slash, يمين النقطة او البريود او الدوت قاطعة او سلاش. slash, يمين القاطعة او السلاش رايت شيفت. right shift, يمين القاطعة او السلاش رايت شيفت. right shift, طيب احنا كده خلصنا يا جماعة السطرين بتوعنا. عايز بس اقول لكم اخر ملحوظة. واحد هيسالني هيقول لي يا عصام طب ايه معنى ليفت كنترول او ايه يعني ايه او ايه معنى مثلا الرايت كنترول او ايه الفرق ما بين الليفت ويندوز والرايت ويندوز او ايه الفرق ما بين الليفت كنترول او رايت كنترول. هقول لكم باختصار شديد الرايت كنترول تابع لليفت كنترول والليفت كنترول تابع للرايت كنترول والرايت كنترول هو بديل لليفت كنترول والليفت كنترول هو بديل لرايت كنترول. كذلك الامر الرايت ويندوز تابع لليفت ويندوز والليفت ويندوز تابع لرايت ويندوز والرايت ويندوز بديل لليفت ويندوز والليفت ويندوز بديل لرايت ويندوز. وكذلك برضو الرايت الت تابع لليفت الت والليفت الت تابع للرايت الت والرايت الت بديل لليفت الت والليفت الت بديل لرايت الت. وكذلك برضو الرايت شيفت تابع لليفت شيفت والليفت شيفت تابع لرايت شيفت والرايت شيفت بديل لليفت شيفت والليفت شيفت بديل لرايت شيفت. يعني يا جماعه الرايتات كلها اذا كان ويندوز او اذا كان ويندوز او اذا كان رايت ويندوز او رايت كنترول او رايت الت او رايت شيفت دول بيكونوا تابعين للليفتات
وبديل للليفتات، علشان مثلا لو ليفت كنترول باظ تقدر تستخدم مكانه رايت كنترول. لو مثلا الليفت ويندوز لو مثلا الرايت ويندوز باظ تقدر تستخدم مكانه ليفت ويندوز. يعني يا جماعه الرايتات اذا كان رايت كنترول او رايت ويندوز بتقوم بنفس المهمه اللي بيقوم بيها زرار الليفت كنترول او الليفت ويندوز او كذلك الامر. يعني الرايتات بتقوم بنفس المهمه اللي بيقوم بيها الليفتات، وكذلك برضو الليفتات بتقوم بنفس المهمه وبتقوم بنفس الامر اللي بيقوم بيه برضو الرايتات. فالرايتات والليفتات تابعين لبعض وبيدوا وبيعملوا نفس المهمه بيعملوها التنين. اظن تكون معلوماتنا واضحه ومفهومه وواضحه لكل اخواتنا. لحد هنا نكون وصلنا الى نهايه هذه المحاضره، واتمنى لكم دائما الافاده والتوفيق والنجاح في حياتكم، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.